على أرض ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية سيجتمع الشغف والإثارة في ليلة كروية لا تنسى، حيث يستضيف منتخب العراق نظيره الأردني في مباراة ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. تتجه الأنظار إلى هذا اللقاء الحاسم الذي يطمح فيه أسود الرافدين والنشامة إلى الظفر ب3 نقاط تعزز من فرصهما في التأهل إلى النهائيات. في أجواء مفعمة بالحماس والتحدي، سيحاول كلا الفريقين إثبات جدارتهما أمام جمهور متعطش للانتصار. يشارك المنتخب العراقي بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، ويعتمد على مجموعة من اللاعبين البارزين مثل أيمن حسين ومهند علي في الهجوم، بالإضافة إلى اللاعبين الدفاعيين المتميزين كأحمد ياسين. أما منتخب الأردن بقيادة المدرب جمال سلامي فيعتمد على موسى التعمري في خط الهجوم ويزن العرب في الدفاع، وهو ما يعكس القوة التكتيكية لكل فريق. ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه الأردن والعراق ولكل منهما 7 نقاط، ثم الكويت وعمان ب3 نقاط، وأخيراً منتخب فلسطين بنقطتين. سيكون جمهور الفريقين في البصرة وعلى الشاشات بانتظار هذه القمة العربية التي تعد فرصة كبيرة لتعزيز آمال التأهل لكأس العالم 2026.